السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانتوما كتشوفوا هاد الطيوس قدامي تبارك الله. كما كتشوفوا ملكة الزمورية هي غدير معكم واحد الفيديو ان شاء الله وديال الحامض، وانا غادي نرقدو وكل واحد غادي نديرو بسميتو ديالو. هذا واحد غادي نديرو ان شاء الله بالملحه، ترقد غير بالملحه، وواحد ان شاء الله بحول الله غادي دير بالماء طايب وشويه ديال السكر والملحه، واحد غادي يدير عادي بالزيت والملحه. وتابعوا ملكة الزمورية ان شاء الله في هذا الفيديو، وهانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير له. وهذا عندنا الحامض هنا، عندنا تقريبا 20 كيلو ديال الحامض، وهذو هما الطاسات ديالنا هانتوما. وهذه قرعه، هاد القرعه هذه غادي نعمرها ان شاء الله بالملحه، وتبقى داك الحامض اللي كيدار في الطنجيه ديال الطنجيه غيطيب غير بالحامض او غير بالملحه، وسمحوا لي غير بالملحه ان شاء الله. كيدار في الطنجيه وكيدار في الدجاج معمر وفي الحوت. هذا ديال الملحه بوحديتها، ما غيكون فيه لا ماء ولا شي حاجه، كيبقى حتى كيولي بحال العسل، وكيبقى حتى العامين حتى العام ونص ما كيخسر ما حتى شي حاجه. وانتم تابعوني ان شاء الله. يلا دابا هانتوما خوتي هادو هما عمرتهم، هانتوما هكا كنديروا الحامض بحال هكا، كنديروا ليه بحال هكا. هاد الحامض هذا هو اللي كيبقى ان شاء الله كيبقى على طول عام وعام ونص كيبقى. دابا انا غادي خوتي خواتاتي هكايا هانتوما كنا درنا في القرعه ما جاتناش، دابا حنا درنا هذه الطاسه القرعه ما جاتنا والو، درنا شويه غادي ندير عليه شويه من الملح من الفوق، هذا غادي يتسد كنديرو ان شاء الله. هانتوما كيف كندير، راه عمرت الطاسه الاولى اللي بالملحه، عمرتهم بالملحه، وهذه الطاسه الثانيه هانتوما عمرت الطاسه الثالثه، ودابا ان شاء الله انا باديه في الطاسه الثانيه والثالثه. تابعوني هكا كندير ليه، غندير عندي 20 كيلو ديال الحامض، وتابعوا مليكه ان شاء الله. نتوما غادي تشوفوا ونفاش يطيب نوريه لكم ان شاء الله بحول الله. دابا غادي نزيد فوق الملحه وندير السلوفان، ندير الماء، ومنين غادي نبغي ندير الماء انا غادي نرجع معكم ان شاء الله. ندير الزيت وندير الماء وندير الملحه. الملحه راه درت الطبقه التحتانيه، دابا الطبقه الفوقانيه غادي ندير ليها باش تعرفوا اشنو كندير. درت الطبقه التحتانيه وكل طبقه كنديرها كندير لهم الملحه، وما كنقويش الملحه. هذا ديال الماء ما كنقويليش الملحه بزاف، هذاك اللي غادي يطيب غير بالملحه راه شتي راه وريت لكم راه عمرته بالملحه لداخل. هانتوما غادي ندير شويه ديال ساليطه كاع فيهم كاملين. هانتوما خوتي دابا هاد القريعه ها هي درتها الحامض طرونشيات، ودرت فيها فلفله حاره الحمراء والخضراء، وهي غادي نديرها بالماء ان شاء الله. وهذا الحامض هكا الدجاج، شي ديكور ديال الدجاج هكايا. راكم عارفين حنا المغاربه معروفين بالهريسه الحمراء والهريسه الخضراء. وهذا هانتوما غادي يطيب هكاياك. هذا عاوتاني درتو هكايا بحال هكايا لا سميتو، نكونو كنطيبو التقطاع ديال الدجاج هكايا باش تكوني كتشرمليه. هذا الشرميله الدجاج، هذا الديكور ان شاء الله، وهذا الديكور، وهذا الشرموله راكم عارفين كيتقطع كيطحن مع القزبور ومعدنوس.
وهذا خلاص درتو على حساب هذا كيطيب غير بالملحه، درتو على حساب بسطيله، طنجيه، شي حوته، سطيله ديال الحوت، الدجاج معمر. هانتوما تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي. واليوم راه عند واحد السيده صديقه ديالي في الدار ديالها، هي اللي جابت الحامض وعيطات عليا قالت لي مالك عافاك ترقديه ليا، وانا جيت رقدته ليها. وها الكوزينه ديال صاحبتي، ها نتوما باش ما تشوفوش الكوزينه ديال ملكه الزموريه، هذه الكوزينه ديال واحد الصديقه ديالي والله يعمرها سلعه، هي اللي خدمت عندها في الموسم. ها نتوما وهذا الحمض ديالي، ها هو دابا درت له السلوفان ودرت شويه ديال زيت البوق وكبيت عليه شويه د الماء طايب، ما دافي ماشي طايب بزاف ماشي هذا. هانتوما